اهلا بحضراتكم في قناه تتعلم في دقايق. اذا لسه ما عملتوش سبسكرايب ولايك للقناه من فضلكم اعملوا ده. النهارده هنتكلم عن مهاره مهمه جدا، مهاره الاستماع، وهنتكلم عن جزئيه مهمه في مهاره الاستماع اللي هي ايه؟ اسمع الرساله لحد الاخر من فضلك. ربنا سبحانه وتعالى خلق لنا 2 ears ودنين ولسان واحد، فدي رساله مهمه جدا ان احنا مهم ان احنا نسمع، وفي سيتويشنز كتيره، في مواقف كتيره مهم ان احنا نسمع اكتر كمان ما نتكلم. هحكي لكم قصه على موضوع اسمع لحد الاخر دي. كان في مره واحده ست، عارفينها القصه دي؟ بس دي مش الست اللي عندها 12 بنت، لا دي ست تانية. المهم الست دي كانت عامله زي كده عزومه عندها في البيت على العشاء، فكانت حيرانه اقدم ايه في المنيو للناس. فقامت فاتحه الثلاجه فلقت فيه كيس مشرومز، عيش غراب، فقالت خلاص انا هنزل للناس النهارده عيش غراب. بس لما بصت كده للكيس لقيت المشرومز شكلهم كده ايه، يعني مش فريش قوي. فقالت ايه، طيب حدي حته للكلب، كان في عندها كلب، فقالت حدي حته للكلب كده واشوف الكلب رد فعله هيبقى عامل ازاي. فراحت مديه حته للكلب، الكلب اكل المشرومز وكان سعيد وفرحان وقعد يهز ديله وكان عايز ياكل تاني. فقالت خلاص هنزل المشرومز النهارده عندي في العشاء. المهم الناس جم اكلوا المشرومز، الدنيا بيس، الدنيا جميله، اجواء لطيفه، مفيش مشاكل خالص. وفجاه بنتها دخلت عليها قالت لها الحقي الحقي الكلب مات. قامت جاريه بسرعه على التليفون، كلمت الاسعاف، الاسعاف جم عملوا تشيك كده على الناس سريع، كل حاجه كانت تمام، محدش كان تعبان، الناس كلها كانت مبسوطه، مفيش مشاكل خالص. الناس روحت البيت وجت بنتها بعد كده تقعد معاها وتقول لها يا ماما على فكره العربيه اللي موتت الكلب الراجل كان سايق بسرعه جنونيه. فاللي حصل هنا ايه؟ اللي حصل هنا ان الست من البدايه ما سمعتش الرساله لحد الاخر. ساعات بيبقى في جوانا خوف او فير من حاجه معينه، فلما اي حاجه خارجيه تقرب للفير الداخلي ده من غير ما نسمع بقى بقيه الرساله نبدا ونعمل اكشن ونأكت ونتصرف وناخد قرار، وقرارات ممكن تبقى غلط. فده بنسميه حتى بالانجليزي jumping to conclusions او القفز الى الاستنتاجات. من فضلكم لما يبقى في اي رساله لو سمحتوا اسمعوا لحد الاخر وما تستعجلش وتحكم. طيب برضه ده بيحصل معانا كمان ساعات في الايميلات. لما بيجي لي ايميل ابص على السبجكت انا عارف هو فيه ايه وخلاص، وما ابصش وما افتحوش او ادلته اعمل له ديليت كمان. وساعات ممكن حتى لما افتحه في ناس ساعات تكسل ما قراش الايميل لحد الاخر، وتفاجأ ان الاساس بتاع الرساله القنبله موجوده في اخر سطر جوه الايميل. فبرضه بالنسبه للايميلات لو سمحت اقرا الايميل لحد الاخر، اسمع الرساله لحد الاخر، ده اكيد هيحسن كتير الكوميونيكيشن عندنا. سهله.